بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الزهراء سلام الله عليها قد اقترنت بأمير المؤمنين عليه السلام، وكانت هذه العلاقة المباركة وإنشاء هذه الأسرة المعصومة، سواء كان من حيث الزوج والزوجة أو من حيث الأبناء المتمثلة للإمام الحسن والإمام الحسين عليهما السلام، وأيضا ابنتهما زينب سلام الله عليها تلك السيدة الجليلة. إذن ما هي العلاقة بين الزوج والزوجة اللذين أنجبوا مثل هكذا أقمار طاهرة وبقى ذكراهم خالد إلى يومنا هذا؟ تلك العلاقة بالتأكيد لها أسس متينة، وعلاقة ليست كعلاقة عادية. من خلال هذه العلاقة يجب أن يكون هناك أو نجعلهم قدوة لنا في تأسيس أسرنا المؤمنة. اليوم هذه العلاقة هي علاقة ليست فقط علاقة زوج وزوجة عاديين، وإنما كانت تربطهما عدة روابط متينة. أهم هذه الروابط الاحترام المتبادل، المحبة المتبادلة، التعاون فيما بينهما في سبيل أنه يكونان قدوة لكل زوجين، لا سيما ونحن نشهد للأسف الشديد في مجتمعنا اليوم عدة مظاهر سلبية أبرزها ما شخصته الكثير من المحاكم العراقية من كثرة حالات الطلاق وتزايدها في الآونة الأخيرة. وكان هناك ارتفاع ملحوظ إلى درجة بأنه المرجعيات الرشيدة في النجف الأشرف قد كانت لهم الكثير من المواقف اتجاه هذه الزيجات الفاشلة والطلاقات المتكررة في داخل مجتمعنا العراقي. هذا يدل على أنه هناك هشاشة في العلاقة ما بين الزوج والزوجة. يجب أن تتحلى اليوم الأسرة المؤمنة أولا بالتفاني والإخلاص والتعاون، وثانيا الإيثار والصبر ومؤازرة الواحد للآخر كعمودين رئيسيين تبنى عليهما الأسرة. ولذلك نلاحظ بأنه ابتعادنا اليوم عن قدوتنا الحقيقية كمولاتنا الزهراء سلام الله عليها، وهذه العلاقة الخالدة مع أمير المؤمنين عليه السلام، قد أدى إلى فشل أسرنا للأسف الشديد في هذا اليوم. بالتأكيد أنا عندما أتكلم لا أقصد جميع الأسر، وإنما هذا الانهيار البنيوي في المجتمع الذي بدأ ينهار شيئا فشيئا من خلال إحصائيات ومن خلال دق ناقوس الخطر في الكثير من المحاكم العراقية في مختلف محافظات العراق. اليوم هناك الكثير من المشاكل والأعباء على الأسرة العراقية، سواء كان من حيث الوضع الاقتصادي، الوضع الأمني، وأيضا العلاقة التي بدأت نوعا ما تكون هشة، خاصة مع وجود الكثير من المستحدثات في عالم اليوم، من الإلكترونيات، من مواقع تواصل اجتماعي إلى آخره. أيضا كانت هي اليوم لها بعض الأسباب التي أدت إلى أنه تكون هناك علاقات اليوم هشة ما بين الأسرة، سواء كان علاقة الزوج بالزوجة أو الأبناء مع أبويهما والعكس أيضا. ولذلك يجب أن يكون هناك تشخيص لجميع مظاهر السلبية وجميع أيضا الصفات التي للأسف الشديد قد جعلت اليوم بأنه تهدد الأسرة العراقية أو تهدد المجتمع بصورة عامة، لأنه اليوم كثرة حالات الطلاق ليست فقط في المجتمع العراقي، وإنما في جميع المجتمعات تقريبا، لا سيما العربية منها. سيدتنا الزهراء سلام الله عليها بماذا كانت تتحلى من صفات
جعلت هذه العلاقة المتينة والخالدة بينها وبين أمير المؤمنين عليه السلام. لقد كان أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: عندما أنظر إلى السيدة فاطمة سلام الله عليها تنزال وتنكشف عني همومي. إذن هذه الهموم عندما تنكشف بالتأكيد بأي وجه تقابل أمير المؤمنين. بالتأكيد اليوم تراعي جميع الجوانب، سواء كان مظهرها، سواء كان ابتسامتها على وجهها، سواء كان عدم تقدير أمير المؤمنين بأخبار سيئة وأعباء المنزل وإلى آخره من أمور شكوى وتأفؤف وآلام وآهات وأوجاع تصبها جميعا في وجه زوجها عندما يأتي إلى المنزل. بالتأكيد قد تخلت سيدتنا الزهراء عن هذه الصفات، وبالتالي كثير من الصفات التي قد تحلت بها جعلت بأنه عندما ينظر لها أمير المؤمنين عليه السلام تنكشف كروبه وهمومه.